الصخرة دي يا صديقي كانت موجودة هنا، تمام، واحنا اللي حركناها. واللي فوق ده جرن، اسمه جرن نفر، وده من الاجراءات التثبيت اللي موجودة. ولو بقى على صخرة متحركة يا صديقي هيبقى ران، بداخله ران، وده عشان خاطر بداخله عملات اللي هي رحلة البعث او اجرة المراكب زي ما بيقولوا، رحلة البعث للعالم الاخر. ده من ضمن العقائد يعني. وده كان مكان الصخرة هنا، وده مجسم وجه انسان. انا عارف ان مش باين او مش واضح، بس ده مجسم انسان اهو قدامك. ادي الراس اهي، وادي وادي المجسم اهو. ده الصخرة دي كانت موجودة هنا، تمام، وتم نقلها. اللي فوق ده يا صديقي ده إشارة جرن النفر. ومعانا إشارات تانية على حجر صوان، أو اللي هو الحجر الناري اللي انتوا بتقولوا عليه الصوان. ودي إشارة منحوتة بس ملامحها ضيعة. ده إشارة نصر، وبيتحول لبعض الأحيان لجرن لران لو على صخرة متحركة. إذا جرن النفر ده بشكله بيكون إشارة تثبيت للهدف، سواء داخل الصخرة أو تحت الصخرة. وادي مجسم اهوت قدامك، ممكن يكون واضح او مش واضح، هحاول اوضحه لك شويه. ده المجسم قدامك اهوت، وده نزلناها قبل كده، تمام، وتم حذفها ورجعناها تاني. ده يا صديقي جرن نفر على صخره متحركه، ويبقى في بعض الاحيان ران. وده قبر اهوت موجود. انا احمد سفاري، ودي صفحه زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.